اهلا بيكم في قناة ايجي تورينا. النهاردة هفرجكم على فندق الفور سيزون في اسكندرية. الفندق ده موجود في منطقة سان ستيفانو. الفندق 5 نجوم. ولو عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر عن اماكن سياحية واثرية في مصر، اعملوا حالا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكوا كل الفيديوهات اللي ممكن تكونوا بتدوروا عليها. قبل ما نبدأ الفيديو حابة اقولكم ان انا مش بعمل تسويق للمكان هنا او لاي اماكن تانية هتشوفوها على القناة، لكن مجرد بس احنا بنستكشف مع بعض المكان. اول حاجة تعالوا نبدأ بالموقع. موقع سان ستيفانو هو في قلب المدينة، قريب من منطقة جليم اللي فيها متحف المجوهرات، وكمان قريب من المنتزه. لو حابين تتفرجوا على الحدائق الملكية وتشوفوا قصر الملك فاروق، يبقى على طول تروحوا من هنا المنتزه، قريبة من المكان ده. وغالبا بتكون نفس المسافة. لو حابين تروحوا من الفندق لحد ما توصلوا لمكتبة اسكندرية او القلعة، هي نفس المسافة ما بين الفندق للمنتزه. يبقى احنا كده عرفنا ان هو بيقع ما بين منطقتين مهمين في اسكندرية، هي المنتزه ومحطة الرمل، فبيعتبر موقع ممتاز. تاني حاجة، المكان هنا قريب من الترام، حوالي 3-4 دقايق مشي بتاخدوا بس الترام بتعملوا جولة في اسكندرية. لو حابين تشوفوا اماكن ومناطق اسكندرية المختلفة بتعملوا جولة بالترام. وعلى فكرة الترام هتلاقوه موجود في اسكندرية بس مش موجود في اي حتة تانية في مصر، وكنت عامله لكم هنا في القناة فيديو عن جولة بالترام، محطات مختلفة تقدروا تشوفوها هنا في القناة. الفندق موجود على الكورنيش مباشرة او على البحر مباشرة، موجود في نفس المبنى بتاع مول سان ستيفانو. مول سان ستيفانو بتلاقوا فيه محلات كتيرة جدا للشوبينج، اي حاجة محتاجين تشتروها هتلاقوها هنا. هتلاقوا كمان كافيهات، وهتلاقوا فود كورت، هتلاقوا سينمات وملاهي للأطفال. كل حاجة ممكن تتخيلوها هتلاقوها جوه المول نفسه. من الحاجات المهمة اللي لازم تعرفوها قبل ما تحجزوا أي فندق، بيبقى عندكم 3 اختيارات. أول حاجة بتحجزوا عن طريق بوكينج، أو ممكن تحجزوا عن طريق شركة سياحة، وتالت اختيار ممكن تحجزوا دايركت عن طريق الفندق، ودي الطريقة اللي أنا بفضلها. وكمان لازم تكونوا محددين شكل الغرفة اللي انتوا حابين تقعدوا فيها، سواء كانت غرفة كينج باد أو توين أو تريبل، على حسب الأعداد بتاعتكم. وكمان وانتوا بتحجزوا لازم تاخدوا بالكم كويس جدا من فيو الغرفة بيكون مطل على ايه، لان مش كل الغرف اللي بتبقى في الفندق بتكون مطلة على البحر. كتير مننا بعد ما بيحجز بيكتشف ان الفيو اللي هو حجزه ما طلعش على البحر، لكن انتوا لازم تكونوا مخلين بالكم ان بيبقى فيه في اغلب الفنادق انواع كتيرة من الغرف. في غرف بتكون سي فيو، في غرف بتكون بارشل او سي سايد بتشوف البحر من الجنب، وفي غرف بتبقى سيتي فيو، دي في الغالب بتكون مطلة على المدينة. فلازم تتأكدوا من الفيو بتاع الغرفة عامل ازاي. هنا بالنسبة لفندق الفور سيزون هتلاقي الغرفة فيها كل السبلايز، فيها كل حاجة ممكن تحتاجوها. بتلاقوا كمان حاجات اكسترا مش موجودة في الفور ستارز او في الثري ستارز. الفندق هنا 5 ستارز، فكل حاجة هتلاقوها موجودة بأفضل شكل. والفندق هنا هو افضل الاماكن في اسكندرية، وزي ما قلتلكوا برضو انا مش بعمل تسويق او اي دعاية للفندق، لكن هو فعلا زي ما احنا شايفين هنا في نظافة. النظافة كواليتي بتاعتها كويسة جدا، نمبر 1. الفندق هنا نضيف جدا، مش بس في الغرف لكن زي ما احنا شفنا في الكوريدورز وفي كل مكان بتتمشوا فيه، في اللوبي، في كل حتة الفندق نضيف جدا. وكل حاجة طبعا موجودة في الغرفة، بتلاقوا تي في واي فاي والميني بار والكاتل، كل حاجة. الميني بار بيكون فيه نسكافيه، وبيكون فيه مية وبيبسي وعصير زي ما احنا شايفين. بالنسبة للفندق هنا بيكون كمان في وجبة الفطار بتبقى included. وطبعا هنا الفندق فيه الشاطئ هنشوفه شوية كده، والبسين بتاعه بيبقى شغال طول السنة وحتى كمان في الشتاء.
احنا وصلنا عند منطقة الشاطئ، وهنا في منظر للقعدة قدام الشاطئ، بيكون كل واحد ليه زي كابينة كده صغيرة. القعدة هنا جميلة جدا، وانتوا ممكن تيجوا تقضوا هنا ديوز لو مش ينفع يعني تقضوا يوم كامل، لو حابين تجربوا هنا القعدة. وكده نكون عرفنا عن فندق الفور سيزون من حيث الموقع والغرف والشاطئ. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. هسيبكم دلوقتي تتفرجوا على باقي الفندق، ولو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوها تحت في الكومنتس، وانتظروا ان شاء الله حلقات تانية كتيرة عن اماكن سياحيه حلوه في مصر. شكرا لمتابعتكم.